بسم الله الرحمن الرحيم. انا دكتور عبد الله. نديكم النهارده محاضره الفيس سليمنج. اللي عنده سؤال في اي نقطه يعني من اللي احنا بنشرحها يبعته على طول، بحيث ان احنا ما نرجعش لاسئله قديمه. يعني في كل سلايد لو فيها سؤال او فيها نقطه اتقالت، لو في حد من حضراتكم عنده سؤال يبعته. معنى الفيس سليمنج ده ايه بقى؟ الشكل الوش البيضاوي وشكل الوش السليمنج دول عكس بعض تمام. يعني انا لو عندي فيس فاتي، ده بيحصل له دروبنج بسرعه. يعني كل ما كان الوش سليمنج والفات اللي فيه قليله، بس معمول لها ماركيشن كويس. يعني الفرق بين الصوره والصوره، لو انا الصوره دي الدقن فيها هنا مش باينه، وفي هنا صورة عرضها لكم برضو حاجة اسمها الجريد بتاع ال الفاتي فيس، بيخفي كتير من الملامح. يعني مثلا هنا الجو لاين اهو، هنا مش موجود في الجريد 5 او الجريد في الجريد 4. في الجريد 3 الدقن بس هي اللي باينه. في الجريد 2 في الجولز دي نازله على الجو لاين، فمش باين منها حاجه. فكل شوف انت نازل كده الدقن اختفت تماما هنا. ده اللور بارت من الفيس هو اصعب حاجه. يعني التحام من اول كده الجو لاين مع البلاتيزما كده وهي ماشيه بالكيرف ده، دي الكيرف ده اول ما بيضيع بتبقى اول علامه من علامات اولا السمنه شويه، ثانيا علامات تقدم العمر. فنرجع لمرجوعنا. احنا نقصد بالفيس سليمنج بقى، تقول لي من اول فين لغايه فين؟ انا هبدا لك بالاهم. الاهم منطقه الدبل تشين والجو لاين، وبعدين نطلع على منطقة الجولز اللي هي الجزئية دي، وبعدين الفات اللي بتنزل على الماريونيت لاين هنا، وبعدين النيزوليبيا الفات اللي بتبقى موجودة هنا، وبعدين التشيك جروفز اللي بتبقى موجودة هنا، وبعدين الميلر اريا اللي بتبقى موجودة على الزيجوماتيك ارش او زيجوماتيك ايه بول، وبعدين الجروف او الليجامنت بيسموه الليد تشيك ليجامنت اللي هو تحت العين بالظبط، اللي هو هنا. نبصوا على الصورة دي كده، هتلاقوا هنا الحاجات اللي احنا قلنا عليها من الأهمية بقى، من اللي بتدي ايجنج كبير أو بتدي عمر أكتر. المنطقة بتاعت اللغد دي بتدي سمنة، بتدي الجو لاين بيبقى شكله مش حلو، وعلامة الجمال بتاع الفي لاين متبقاش موجودة. وبعدها على طول الانفيرور اوربيتال ايه بادز، اللي هي الجزئية دي. الجزئيه دي لما بيحصل لها دروبنج شويه بيبان الايجنج على العين عموما، في الرجاله وفي الستات، لان العين الرينكل اللي بتظهر حواليها رينكل صعبه وبتبين عمر. بعكس الفرونتال الاريا دي لو فيها فات تعمل لاين، وده حله سهل، بيبقى بالبوتوكس وبتاع، صعب ان احنا نعمل له emulsification او تدويب للدهون اللي هنا باي ماده من المواد. لكن احنا هنقول كل الفات بادز دي اللي هي في الصوره دي، او الليجامنت دي اللي مربوطه بيها دي، ليها برضو حسبه وانت شغال. احنا قلنا اهم حاجه الاريا دي بتاع الجو لاين والدبل تشين والمانديبولار اريا اللي هي هنا، والاريا اللي ايه اللي هي بتاعه السوبيريور اوربيتال ايه بادز. الوش كله عموما في دهون، في دهون تديني بناء لشكل الوش، دي حاجة كويسة. لكن لما بتزيد عن حجمها بتديني شكل غير متجانس، بتديني وش غير منحوت، بتديني شكل دائري للوش. نقعد احنا عشان نطول الوش شوية، نحقن في الدقن شوية ونعلي التشيك شوية عشان يديني الفي لاين شيب او الشكل الايه المش اوفال ده. الدهون اللي في الوش نوعين، في سوبرفيشال فات طبقة فوق العضلات، وفي طبقة تحت العضلات. على سبيل المثال معظم الدهون اللي هنا دي
دي دهون الميديال اريا منها اللي هي دي، يعني مثلا دي تحت العضله ودي تحت العضله، دي في منها جزء دي فوق العضله دي تحت العضله. الاريا اللي بتبقى هنا كلها فوق العضله. الدهون اللي بتبقى فوق العضله بيحصل لها دروبنج اسرع من الدهون اللي بتبقى تحت العضله. يعني على سبيل المثال الاريا بتاعت البلاتيزما اريا دي والدبل تشين، عشان هي فوق العضله، العضله مثلا بتاع البلاتيزما قويه، فما هي فوق العضله فبتبتدي تاخد الجلد وتنزل. لكن لو هي تحت العضله صعب يحصل لها دروبنج مع الجرافيتي او مع تقدم العمر، فبتاخد وقت طويل عشان ايه؟ عشان تظهر. التشيك فات دي برضو من الحاجات السهل جدا انها تقع، لكن في تحتها هنا في حاجه اسمها بكل فات باد، اللي هي هنا كده بتبقى موجوده هنا كده. البكل دي اللي بتنزل على الجولز او الجو لاين. منطقه الجولز دي كلها بيحصل لها دروبنج بالجرافيتي بقى. يعني لو بصينا هنا في الصوره دي هنلاقي هنا في ليجامنت اللي بيعمل الصامب ديبريشن اللي موجود هنا. الليجامنت ده مهما العيانه تخنت او حصل لها دروبنج بتلاقي فيه صامب ديبريشن هنا ماسك قوي كده، اللي هو ايه؟ اللي هو التشيك ليجامنت دوت، اللي هو اللاترال تشيك ليجامنت، غير الايه؟ غير الليجامنت اللي جوه. بيوقع الفات اللي هنا وبعدين بيوقع البكل فات اللي هي البكل فات اللي موجوده هنا دي ديب، مش سوبرفيشال. تاخد وقت شويه لكن بتقع برضه. وتوقع لنا برضه اي حاجه هتنزل من على الجولز كده، دي اسمها الجول اريا. وفي هنا ليجامنت اهو، يعني لو الليجامنت ده جايب العرض كده مفيش حاجه هتنزل، بس هو جايب الطول كده، فبتلاقي الاريا مفصوله من عند زاويه البق كده، الاورال كوميشر اللي هو هنا ده، وانت نازل لتحت كده بهنا المانديبولار ريجامنت بتاع الدبريسور ايه؟ في دبريسور هنا ماسل موجوده هنا. فالليجامنت ده بيفصل ما بين التشين، وقبلها على طول دي الجولز اريا بقى، او الدهون اللي بتبقى نازله هنا وبتعمل شكل زي الشكل ده كده. المنطقه اللي عندي هنا دي لما يحصل ويت جين او العينه تتخن شويه او تمرض او وات ايفر، اي الريزون اللي خلى وشها يبقى مدور كده، بتلاقي هنا الدهون دي بدل ما هي فوق الجو لاين كده بقت تحت الجو لاين اهي، بدات تنزل تحت الجو لاين. وبعدين هنا بدات تبقى تحت الجو لاين خالص، يعني بقت شوف فين، هنا ما كانتش ظاهره خالص، هنا بدات تظهر شويه، هنا بدات تظهر كتير. فالاريا اللي كنا بنقول عليها اللي هي الاريا دي، اي دروبنج بيحصل في الفيس بيسمع هنا في الاريا دي. عشان كده لما تيجي تعمل فيس سليمنج لازم تشوف هي الاريا دي كبرت لوحدها ولا حصل لها دروبنج من الجرافيتي فاثرت على اللي تحتها، فاللي تحتها نزلت واللي تحتها نزلت وحصل ساجنج في الفيس. مناطق من اللي بتنزل لوحدها اللي هي الانفيرور اوربيتال باد، اللي هي الانفيرور اوربيتال باد اللي هي دي تحت العضله. يعني هنا في عضله بتاع الاوربيكولاس اوكولاي كده بتبقى موجوده، وبعدين تحتها الانفيرور اوربيتال ايه؟ فات. ساعات المصل يحصل لها هيرنيشن، يعني المصل دي زي ما بيحصل هيرنيا مثلا في الابدومين او في الامبلايكس او كده، بيحصل هيرنيا للعضله بتاع الاوربيكولاريس دي مع الليجامنت اللي هو الاوربيكولاريس ريتيننج ليجامنت دوت. مع ده الليجامنت ده برضو بيحصل له زي هيرنيشن كده، يبدا الدهون دي تخرج من تحت العضله، تبظ كده من تحت العضل، تبقى عنده بافنس كبيره قوي كده. وبعدين بتظهر احيانا في شورت تايم، بتظهر في وقت قصير جدا ده، وبعدين احيانا بتبقى مقسومه، فده نشوفه نعرف ان هو حصل له هيرنيشن. لكن مع تقدم العمر الطبيعي تبدا الفاتس دي، العضله يحصل لها ويكنس، والفاتس دي من الجرافيتي تنزل شويه. لما بتنزل شويه، لو حطيت ايدي على الاوربيتال ريم كده هلاقي مفيش فات، حطيت تحت هلاقي فات، فاعرف على طول ان الفاتس دي اللي هي البافنس بتاعه العين دي وقعت عندي. كل منطقه من المناطق اللي في الوش اللي فيها دهون، وسواء متخنه الوش
او مخليه شكله مش مظبوط، ده احنا بندخلها تحت الفيس سليمنج، اللي هو نعمل ريدكشن لاي دهون غير مرغوب فيها موجوده في الوش. بدايه لو الدبل تشين هيبقى عندنا اوبشن ان احنا نحقن فيها ميزولايبوليسيس. للناس اللي ما تعرفش الميزولايبوليسيس، الميزولايبوليسيس ده عباره عن مواد مكونه من فوسفاتيدايلكولين وديوكسيكوليك اسيد وكافيين وال كارنتين واشيل سنتيلا وروسكاس اكيوليتاس، مواد بتعمل على اذابه الدهون، بيسموها ايمالسيفاير ايجنت. الايمالسيفاير ايجنت دي لما بتتحقن جوه الفات سيلز بتعمل ديستراكشن للوول بتاعها، والبي بي سي ده بيعمل ايمالسيفاير للفات، بيحولها لفري فاتي اسيد وتمتص عن طريق الليمفاتيك درينج. فالمواد دي احنا بنقول عليها ميزولايبوليسيس. يعني ايه ميزولايبوليسيس؟ ان انا احقن المواد اللي انا قلت عليها دي، بيجي كوكتيل كده، على سبيل المثال حاجه اسمها لايبوليكس الترا، ده بيجي كوكتيل موجود تسحب منه وتحقن في المنطقه بتاعه الدبل تشين. دي من الحاجات اللي احنا هنعالجها، يعني احنا هناخد كل منطقه وعلاجها هيبقى بايه، لان مش كل، يعني انا ما عنديش بفنس تحت العين هحقن فيها ميزولايبوليسيس، ده مش معقول، لان هي فات صغيره جدا، وانا مش عايز اشيلها كومبليتلي، يعني مش عايز اشيل كلها، لان انا لو شلت كلها العين هتخش جوه شويه وهيبقى شكلها مش حلو، هتعمل جروف مكانها، وبعدين حواليها ليجامنت وحواليها ماسل ويحصل فيها اريتيشن ويحصل فيها اديما والبلاد سيركيوليشن هنا عاليه، فما ينفعش احقن فيها ايه ميزولايبوليسيس. لكن انا بدات لكم بالمنطقه اللي هي حقنها سهل جدا، منطقه الدبل تشين او البلاتيزما فات اللي موجوده هنا، ونعمل ديماركيشن للمنطقه من اعلى منطقه زي الصوره دي كده. بيجي لك العيانه هتحدد انت الجولز بتاعتها او الجو لاين بتاعتها، وبعدين هتبدا تحدد الاريا بتاعتك وتاخد سنتي ما بين كل بوينت وبوينت، وتسحب بسرنجه الانسولين وتحقن في كل فريكشن هنا نقطه. انا برضو حاططها لكم هنا ايه بخطوات، عشان لو انت خدت قرار ان انت تحقن تبقى انت ايه مستعد. اول حاجه ده الميزولايبوليسيس انجكشن وبس. انا هسلكت الميزولايبوليسيس انجكشن او حقن التخسيس، حقن تخسيس الموضعيه. مش كل حقن تخسيس الموضعيه ينفع تحقن في الدبل تشين، لكن انا لو حقنتها هعمل اول حاجه الخطوات دي كده. اول حاجه هحدد المنطقه، اعمل ديماركيشن للمنطقه اللي هي انا فيها دهون كتير وعايز ادوبها، وبعد كده انقط انا بقى الايه، كل سنتي احط بوينت، كل سنتي احط بوينت، كل سنتي احط بوينت. هاجي بقى على مهم انا هحقن على دبس قد ايه. انا في البطن مثلا بحقن على دبس 13 ملم، يعني 1.3 سنتي الدبس بتاعي اللي هو طول سرنجة الانسولين. لا انا الدبس بتاعي هنا اكوردنج للحالة، يعني لو الكيس مثلا دي غير دي غير دي كمية الدهون هنا كتير، فلو انا اشتغلت ب10 بالسن عمودي كده هيبقى كويس مفيش مشكله. لكن الاحسن والافضل طريقه ان انا بعد ما اعلم المنطقه بتاعتي دي امسك اعمل بانش كده لكل مكان، او امسك البانش من جنب كده واحقن كده، احقن من الجنب. لو في ثيكنس هنا احقن بيربنديكولار عادي، لكن لو انا عندي الثيكنس بسيط احقن ايه من الجنب. دي تاني حاجة الدبس بتاعي، يعني الدبس بتاعي يبقى من 6 ملي ل10 ملم، يعني من نص سنتي لسنتي، من نص سنتي لسنتي. وانا بحقن بسرنجة الانسولين، وماكسيمم احقن في الاريا دي كلها 2 سم، ماكسيمم 2 سم، يعني ممكن احقن سنتي، ممكن احقن 2 سم. اهو اتاكد ازاي ان انا في طبقة الدهون عشان ما تعملش ارثيما للعيان او الرجي او بيرنينج سensation. وانا بحقن ما يبقاش فيه ريزيستنت خالص. لو انا جيت الدبس بتاعي ظبطته
انا عارف هدخل مثلا بنص ان النيدل 13 بتاعه الانسولين، لو انا دخلت بنصها يبقى انا كده 6 ونص. لو انا داخل بنص النيدل عمودي زي الابره دي كده، ما هي موجوده تحت اهي، تحقن بنص الابره اهي. لو انا بحقن بنص الابره ولقيت فيه ريزيستنت قويه، لا دي بالنسبه لي ان انا مش في السبكوتينيوس تيشو، انا مش في الاديبوس تيشو، انا في الديب ديرمز. وفي الديب ديرمز العيان هيحس باريتيشن. يبقى انا عندي لو في ريزيستنت اوقف وادخل ديب شويه، لو في بيرنينج العيان حاسس بلسعه او ببين، وغالبا بتبقى اريتيشن يعني في حرقان كده، برضو ادخل ديب شويه. اوصل المنطقه بتاعتي خلاص انا عارف انا الدبس بتاعي ايه، احقن قد ايه بقى؟ اوزع. يعني انا لو انا عندي هحقن سنتي، اعمل شرطه، يعني سرنجه الانسولين متقسمه 10، سرنجه الانسولين متقسمه 10، احقن شرطه كل بوينت شرط. يعني لو عديتهم كده الاقيهم مثلا 30، احقن 3 سم لا كتير، يعني احقن 20. الانجل ديجري انا يا اما ادخل بيربنديكولار بنص النيدل، ازيك عامله ايه، يا اما ادخل بيربنديكولار بنص النيدل، يا اما انجل 45. كل بوينت زي ما احنا قلنا بير بوينت بير فريكشن، يعني هحقن شرطه. لو سرنجة سنت الانسولين متقسمه 10 هحقن ايه شرطه. السيشن كل اسبوعين لثلاث اسابيع على حسب الافتر كير. يعني ايه؟ يعني لو انا عملت سيشن المواد دي بتبقى موجوده حوالي اسبوعين او 15 يوم في السبكوتينيوس تيشو. لو انا لقيت الاريا نوت اديمتس ما فيهاش امسك العيان اخلي العيان يضغط عليها كده، لو ما فيهاش بين او اديمه اعمل الجلسه الثانيه. لسه فيها بين ولسه فيها اديمه ما اعملش الجلسه، استنى كمان اسبوع. المنطقه دي لما اجي احقنها، الدبل تشين دي لما اجي احقنها، اعمل كولينج قبل ما احقن، وبعدين احقن، واعمل مساج باي انتي اديمتس جل مثلا زي الريباريل جل مثلا. اعمل مساج كويس قوي عشان المناطق اللي انا عملتها دي اللي انا حقنتها يحصل لها ديفيوجن، واعمل كولينج بعد الحقن. يبقى كولينج قبل فازو كونستريكشن يقلل معايا شويه البلاد سبلاي للمنطقه دي، وبعدين بعد السيشن برضو اعمل عشان لو في اي انجري لاي فينيول ولا حاجه ولا بلاد فيسلز يعني يحصل لها كونتراكشن تقف، وامشي العيان. اكرر الجلسه زي ما قلت لكم كده، لو بعد اسبوعين او بعد 3 اسابيع او بعد شهر مفيش مشكله خالص، بس بشرط ان الاريا ما يبقاش فيها اي ايديم. الثيرويد نوتش هنا يعني انديكيشن برضو ان انا احقن لغايه الثيرويد نوتش بس ما انزلش تحت. بس ده هي الفكره بتاع البلاتيزما بادز اللي بتبقى موجوده هنا، او السبكوتينيوس تيشو الاريا اللي موجوده هنا فيها فات، بتبقى لغايه الثيرويد نوتش، ولغايه طبعا التشين من هنا، ولغايه الجولز الماركيشن بتاعها. هو طبعا التشين اهي، وبعدين الجولز داخله جوه شويه كده وطالعه، وبعدين داخله جوه كده شويه وطالعه. امشي على الرسمه الاولانيه دي وارسم المنطقه دي كده، ومن تحت الثيرويد نوتش اهي هنا اهي، واعلم المنطقه بتاعتي واعينها. ما احقنش برضو هنا مبقاش في فات كتير، وهنا مبقاش في فات اصلا، بتبقى فات. بس هي لو انا حقنت فات بقى اللي موجوده في الوش كلها، طب ما هي هتعمل لي رينك رهيبه يعني. يعني لو حقنت تحت الثيرويد نوتش دي، الدهون اللي موجوده في الرقبه نفسها، طب ما هي هتكرمش. لا ما احقنهاش، انا بحقن بس اللي هي الايه الابنورمال فات، او الدهون اللي مش في مكانها الطبيعي. نكمل الديوريشن بقى، انا اعمل قد ايه؟ الدبل تشين ممكن تاخد لها جلستين لاربع جلسات. لو بحقن 2 سم في السيشن تاخد ايه 4 جلسات.
البروكوشنز بتاعت الحقن هو اي حاجه، حقن ميزوثيرابي، حقن فيلر، حقن ثريدز، حقن لو العيانه بتاخد حاجه للسيوله توقفها مثلا اسبوع 5 ايام بس. دي الانجريدينت اللي ممكن تتحقن. الفوسفاتدايل كولين ده ماده بتذوب الدهون. ديوكسيكوليك اسيد ده بيكسر الوول بتاع الفات. ال كارنتين ده بيحول الفات للميتوكوندريا. الاشين اكستراكت والروسكس اكيوليس حاجه بتحسن بتقلل الاديمه بعد الحقن. يبقى انا كده شرحنا الميزولايبوليسيس، ودي من احد المناطق المهمه جدا اللي انا الدهون اللي هنا دي مش هتروح غير بالميزولايبوليسيس، او ده افضل اختيار. ده افضل اختيار في الدبل تشين. بس ممكن احقن في الجولز، ممكن في الجولز اللي هي هنا دي، اللي هي دي فوق الجو لاين، ممكن احقن الاريا دي، ممكن. بس انا عايز اقول لكم بروكوشن مهم قوي. الماده اللي بتذوب الدهون دي ماده اويلي، يعني انا قبل ما احقن في المناطق دي هنا مفيش بلاد سبلاي تتخاف منها خالص، مفيش اي حاجه خالص. هنا احقن وانت مطمن طالما في سبكوتينيوس تيشو احقن. لما تطلع على منطقه الجولز كده هنا لا، هنا بيبقى فيه برانشز كتير من الفيشيال ارتري. والماده دي بتعمل اوكلوجن، بتقفل. فانت لو هتحقن هنا تاكد برضو انت في سبكوتينيوس تيشو، واسحب وبعدين احقن. غير كده ما تحقنش. غير كده احقن دبل تشين بس بالميزولايبوليسيس، واستخدم الطرق التانية بقى لتذويب الدهون اللي هنا اللي هقول لكم عليها دلوقتي. فكده احنا خلصنا الميزوثيرابي بتاع الدبل تشين. حد عنده سؤال؟ طيب، في دكتورة بتسأل العبوة الواحدة المادة بتعمل كام جلسة؟ يعني من 7 ل10 جلسات، من 5 ل10 جلسات. يعني ممكن احقن سنتي واحد تعمل 5 جلسات، ممكن اعمل 2 سنتي تعمل 5 جلسات، اعمل سنتي تعمل 10 جلسات. مش مكلفة، يعني مش مكلفة، بس المهم تتحقن صح. لا طبعا، الدكتورة اللي بتسأل استخدم الميزولايبوليسيس بالديرمابين، لا طبعا. هو الديرمابين بيعمل شانل يدخل منها ماتيريال بسيطة خالص، ماتيريال ووتري جدا وبسيطة جدا، وبعدين بتدخل في أول طبقة من طبقات الديرمس. يعني بتدخل ايبيديرمال وبتدخل في الميدل ديرمس بالعافية. فأنا لو حطيت الميزولايبوليسيس واستخدمتها بالديرمابين مش هتدخل للسبكوتينيوس تيشو، فما ينفعش استخدمها بالديرمابين. هل بيدي نتيجة حتى لو لم يتم حقنه على منطقة الخدود؟ أنا مش فاهم السؤال. هو أنا هحقنه في الدبل تشين ولا هحقنه في الخدود؟ أنا لو حقنت في الدبل تشين هيجيب نتيجة في الدبل تشين، يعني مش هيجيب نتيجة في الخدود، ملوش علاقة بالخدود. بس لو سؤالك ده لو أنا خفيت الدهون هنا، لو أنا ما هي دي النقطة اللي هنتكلم فيها لسه شوية. لو أنا خفيت الدهون من الدبل تشين بتبقى عاملة تقل، فالتقل دي ممكن تبقى سحبة الخدود لتحت شوية، فساعتها الدهون
بتاعت الشيكس بتريح شويه، بتطلع فوق شويه. لكن هقول لكم برضو طريقه تانية من الطرق اللي احنا بنعمل بيها سليمنج للوش. في كذا طريقه. بتروج للديرمابين مع محلول الميزولايبوليسيس. بصي، عارفه الميزولايبوليسيس ده بالديرمابين ده عامل زي ايه؟ زي ما حضرتك بتستخدمي كده كريم للتخسيس بس. يعني بتستخدمي كريم للتخسيس، مفيش كريم في الدنيا هيخسسك يعني لو ما حقنتيش في الدهون. اصل ايه الفكره؟ يعني ان انا هحقن هحط كريم ولا جل ولا بالديرمابين، هيوصل للسبكوتينيوس تيشو ازاي؟ يعني هيعدي طبقات الجلد دي ازاي يعني؟ مستحيل. هو بيعدي لغايه اقرب بلاد سيركيوليشن وخلاص. لا، صعب تستخدمي اكتر من 2 سم في الجلسه الواحده. ليه؟ لان المنطقه بيحصل لها سويلنج. يعني بعد الحقن الخلايا بتتفتح، بيحصل زي ما تقولي كده اكسترا سيلولر فلويد، فبيطلع الكونتنت بتاع الخليه بره، فبيحصل شويه سويلنج كده، بيحصل شويه اديمه. ف2 سم الاديمه، اكتر من 2 سم الاديمه هتزيد. فيفضل ماكسيموم 2 سم. ممكن تخفيهم بقى، يعني لو حطيتي سنتي مثلا تحطي عليهم 3 سنتي ووتر او 3 سنتي صلاين، نورمال صلاين، ده عادي. النورمال صلاين مش هيعمل اديمه، هيحسن الليمفاتيك درينج وخلاص. تحقنيها بوتر او صلاين تخففيها، ده متاح. خلاص كده مفيش اسئله تانية، ندخل على النقطه التانية. نيو مسج. تمام. النقطة التانية، نقدر نعمل فيس ليفت وفيس سليمنج للمناطق الصعبة جدا عن طريق حاجة اسمها، انا كاتب لكم في الاول ايه، هنعمل فيس سليمنج باللايبوليسيس قلنا عليه، بالثريدز بقى، ودي حاجة فيري سيف وحلوة جدا. اقول لكم ازاي بقى، كذا طريقة. بصوا كده الصورة دي، انا الجولاين متحدد اهو، لو عليه دهون عايز اشيلها، ملهاش حل ان انا اشيلها واعمل سليمنج للجولاين غير ان انا اشدها بالخيوط، ملهاش حل. فدي من طرق السليمنج للفيس. لو النيزوليبيال فولد ده او النيزوليبيال باد فيه دهون هنا، كنت شرحتها لكم قبل كده اهي، الدهون اللي موجوده هنا دي، الدهون اللي موجوده هنا دي لما بيحصل ايجيك شويه، الدهون دي بتبقى عامله فولد هنا كده، فولد تدي علامه من علامات الايدج وفيها دهون، فصعب جدا انت تدوبها. ممكن تحقنها بالميزولايبولس، لكن هي في الدينجرس زون. يعني التراينجل ده بيسموه ايه؟ الدينجرس تراينجل. المثلث ده، مثلث كده اهو، المثلث ده بيسموه دينجرس تراينجل. يعني وانت بتحقنه تبقى ايه، واخد كل البريكوشنز بتاعته. يبقى قلنا موضوع ان انا اعمل سليمنج للفيس عن طريق ان انا احقنه بالميزولايبوليسيس في اماكن هتنفع، واماكن زي دي صعب تتحقن، زي النيزوليبيا الفات دي صعب تتحقن،
وزي الانفيرور اوربيتال بادز دي صعب تتحقق. اعمل لها ايه؟ دي ثريدز صغيره كده لازم تكون من ماده البي دي او. ليه؟ لان ماده البي دي او دي لما بتتحط في السبكوتينوس تيشو بتعمل ديستراكشن للفات. هي وظيفتها كده، سيميليت الكولاجين والالاستين وتعمل ديستراكشن للفات. لو حطيتها في السكين مش تعمل ديستراكشن للفات. احطها في السبكوتينوس تيشو، احطها في الباد، احطها في الجيب اللي موجود هنا، احطها في الانتفاخ اللي تحت العين. دي المنطقه الثانيه اللي هنتكلم عليها. عايز ادوب الدهون اللي تحت العين. في فرق ان انا عايز ادوب الدهون اللي تحت العين وان انا عايز اخفي الدهون اللي تحت العين. الدهون اللي تحت العين هنا دهون تحت العضله، يعني وانس ان حصل لها هرنيشن او العضله ضعفت او هي نزلت تحت العضله شويه، الباكس دي خلاص ملهاش حل، بس بتسيب جروف تحتها. فانا استخدم طريقه من الاثنين اهي. الدهون دي اللي هي بيسموها السوف او السب اوربيكولاريس اوكولاي فات، اللي هي الدهون دي اهي. الدهون دي يا اما انا بيبقى في جروف تحتها كده بيسموه تير تراف او مجرى الدهون. اللي بيخلي البافنس دي سيئه جدا ان هي بتبقى عاليه وتحتها الجروف وبعدين تحتها الخدود، فبقى عاليه واطي وعالي، عالي وواطي، فكده ما بيبقى شكل مش حلو. لما عايز اعمل انا بقى كونتور للمنطقه دي لازم يا اما اقلل حجم الدهون اللي حصل لها هرنيشن دي، يا اما اعمل كوموفلاج. الكوموفلاج ده اللي هو المنطقه الديب اللي هي بتاعت تير تراف اللي ما بين البافنس والتشيك، احقن فيها فيلر كده. انا عملت كوموفلاج وكده مش باينه، يعني المنطقه دي اهي، دي البافنس اهي وتحتها جروف عدي قاسم منطقه الميلر اريا مع منطقه التشيك، معدي خط كده من الميديال كالتس كده لغايه بره كده، معدي على الزيجوماتيك بون لوحدها، دي في حته ودي في حته، تلاقي دي نزلت كده. فالمنطقه دي هعمل لها كوموفلاج بالفيلر او احسنها، اشيل البافنس. دي مشكله كبيره جدا، محدش يعمل فيها لايبوليسيس خالص، دي مشكله كبيره. بس حلها ايه؟ الرسمه اللي انا رسمتها لكم، احط فيها بي دي او ثريدز. هقول لكم معلومه سريعه عشان لو ما تعرفش البي دي او ثريدز. ده نوع الثريدز اللي احنا بنستخدمه اسمه اكواليفت. في منه بي دي او اللي هي بولي دايوكسانون، ودي الماده اللي بتعمل ديستراكشن للفات. البولاكتيك اسيد دي بتديني فوليوم فانا ما احطهاش. البي ال اس ال برضه بتديني فوليوم فبرضه ما احطهاش. الماده الوحيده اللي بتعمل ديستراكشن للفات هي البولي دايوكسانون. شكلها عامل ازاي؟ شكلها كده اهي، الخيط اهو، لونه ده لونه بيربل بقى، بنفسجي، ازرق، ده لونه شبه البرولين كده، بس ده ابزوربر. يعني اهو بيدوب بعد 6 شهور، البي ال اي بعد 18 شهر، البي سي ال بعد 24 شهر. فالخيط اللي انا هستخدمه هو اول خيط خالص ده خيط سيمبل اسمه مونو، وتحت العين له مقاس مختلف تماما. يعني لو شفتوا الصورة دي كده هتلاقوا في الخيط الاولاني من على الشمال ده، تاني وبعدين التالت، وبعدين بدأت الخيوط نفسها تبان. فالخيط ده تخين، ده مش مونو. فالخيط انا عايزه اللي تحت العين كل منطقة ليها الثيكنس بتاعها والدايمتر بتاع الخيط بتاعها.
يعني الصوره اللي انا حاطها لكم دي خد مقاسها بقى. يعني الصوره دي شوف انت النيدل اهي، شايف الفله البيضه دي لغايه هنا كده ده الخيط، والفله البيضه دي لغايه هنا كده ده الخيط. فانا عندي مش كل ده الخيط، لا الخيط حوالي مقسوم حوالي سنتي ونص، سنتي ونص بره وسنتي ونص جوه. فالمنطقه دي انا هحط فيها ايه؟ اعمل فيها امبلانتيشن. فكره بقى الثريدز دي ايه؟ مش سوليوشن، ما يعملكش اديمه، ما يعملكش سويلنج. هو خيط بيتحط في الباجز اللي هي البافنس دي، ودي تاني طريقه اقدر اعمل بيها ديستراكشن او ريديستريبيوشن لاي فات موجوده في الوش. بدايه من البافنس اللي عندي وانا نازل بقى. يعني انا عندي ايه؟ احيانا الاريا دي بيبقى فيها الفرونتال فات، بتبقى هنا الميدل فات، ميدل باك كده بتبقى موجوده هنا، بتبقى موجوده عند ناس كتير وبيطلع لهم هنا حبوب كتير بسببها. يعني المنطقه دي اللي موجود فيها فات كتير دي واحيانا بتبقى عاليه. دي حاله مش حاله رير شويه، لكن اول حاجه واحنا نازلين من فوق اللي هي الفات. طب ما في فات فوق هنا في السوبيريور اوربيكولاريس، هنا في طبقه دهون، بس مش حاجه شائعه ان انا اشغل بالي بيها. اللي شائع قوي اللي هي الانفيريور باد، الانفيريور باد اللي تحت العين دي. مشاكل عند ناس كتير جدا. حلها ايه بقى؟ خلاص احنا هنشيل ميزولايبولس، مش هنقرب له دلوقتي خالص. في المنطقه دي هنستخدم لها المونو ثريدز دي، ولازم يكون مقاسها 2.5 3 بالكتير قوي، والدايمتر بتاعها حوالي 30 31، الجوتش بتاعها 30 او 31، تبقى حاجه ايه رفيعه جدا كده. وانت داخل في الباك هتحس بريزيستنس خفيفه خالص كده، ان هو انت عديت الوول بتاع الكيس الدهني اللي تحت المصل دي. يعني الانفيرور باد اللي هنا ده، وانت داخل كده هو باك كده، كيس كده، وانت داخل هتحس انت داخل فيه. خلاص حط الخيط جوه الباك. هي سهله جدا بس عايزه دقه شويه. فانا اشتغل على المنطقه دي، احط في مثلا 3 في البافنس اللي تحت العين. تبدا الريزلت معايا بعد شهر، تبدا الريزلت معايا بعد شهر. تحسن لي كمان جوده الجلد، تعمل لي ستيميوليشن للكولاجين والالاستين، وتعمل لي ديستراكشن للفات، وهو ده اللي انا عايزه. يبقى المنطقه اللي تحت العين حلها 3 حاجات. اول حاجه احط فيها ثريدز في البافنس نفسها عشان تقل. تاني حاجه اعمل كوموفلاج، احط تحتها فيلر في التير تراف. تالت حاجه بليفروبلاستي، تعمل جراحه وتشيلها. اسهلهم من الاول للاخير، احسنهم من الاخير للاول. يعني لو حاله عدت مثلا ال 40 ولا ال 50 years تقدر تعملها، خلاص هي وقتها. لو عندها 50 سنه تعمل بليفروبلاستي مفيش مشكله. لكن لو عندها بفنس وهي عندها 30 سنه 40 سنه، لا، تشتغل بطريقه من الطرق دي. تعمل لها تداريها او تخبيها، او تعمل لها كومفلاج بالفيلر تحتها، او تحط فيها الثريدز دي. نيجي على المنطقه الثانيه. ده حل من الحلول ان انا اعمل بيه فيس سلينج. انا قلت المونو ثريدز الصغيره دي تعمل ديستراكشن للفات. طيب من الحلول الثانيه ان انا اعمل ريديستريبيوشن للفات اللي موجوده. يعني في حاجات معينه، يعني النيزوليبيال فات دي بتبقى تحت بالجرافيتي نزلت، انا اسحبها اطلعها فوق. فلما تكون حاجه حصل لها جرافيتي ونزلت لمنطقه تانية غير منطقتها بتعلى، يعني دهون بتنزل في منطقه اعلى من المنطقه التانية، فيحصل لها ايه؟ فيبان الوش. يعني البون، الجو لاين اصلا شكله كده، يعني خط كده، عظم الفك السفلي هو خط كده. لو نزل عليه دهون عرضه زاد، فوش العانه تخن. فمن الحل
الاقوى اللي انا اعمله ان انا اسحب السكين اللي موجود في كل المناطق اللي نزلت بالجرافيتي دي واطلعه فوق، زي الحاله اللي انتوا شايفينها دي. يعني الحاله دي ده عندها دبل تشين شويه، وعندها الجول اريا موجود، وعندها نيزوليبيال فولد موجود. دي ما تنفعش خيوط صغيره. في ناس كتير فيكم حضر محاضره الخيوط وعارف الخيوط في منها انواع كتير، منها مونو وسكرو وكوب. فالحاجات اللي احنا هندوب بيها الدهون لايك انجكشن، لايك امبلانت، انا احط الخيط جوه منطقه الدهون بطريقه معينه، اوريكم كذا طريقه انها تدوبها. ده خاص باول خيط اللي هو المونو. لكن انا عايز اسحب السكن بالنسبه للصوره دي كده، لا هستخدم انا الطريقه دي اهي. الصوره اللي على الشمال دي الحته البيضاء دي الفتحه تدخل منها وبتدخل على المنطقه اللي انت عايزها، منطقه الجولز اهيت. مدخل خيط او 2 او 3 او 4 او 5 او 6 على حسب الحاله محتاجه قد ايه. والخط ده الاريا اللي فوق دي على منطقه النيزوليبيال فولد. الخط ده المنطقه اللي تحت دي على منطقه الجو لاينز والتشين والدبل تشين والكلام ده، وتسحب الحاجات دي لفوق يظهر لك نفس الشكل ده بالظبط. الحقيقه وشها تخين، بعد ما عملت خيط بقى وشها ايه؟ رفيع. وجود الخيط نفسه في المكان اللي انت حاطه، حط سبكوتينيوس بقى لما تيجي تسحب بيه الوش كده، حط سبكوتينيوس عشان يدوب لك برضو الكونتنت بتاع الفات اللي هو ماسك فيها الخيط. دي تاني طريقه بتعمل ريديستريبيوشن للفات وتخليها مكانها المظبوط. يعني دي مكانها اصلا فوق في الباكال اريا هنا، اللي نزلها تحت هنا بقى الجرافيتي والسن. فلما انت ترجعها فوق كده اصلا مكانها هنا فاضي، لما ترجعها لفوق كده بتدخل في مكانها خلاص، يبقى شكل الجو لاين كويس جدا. دي تاني منطقه تقدر تعمل لها ريديفينيشن بالثريدز وبتخلي شكل الوش ممتاز. في دكتوره بتسال تقول بعد ما نعمل ميزولابولسز في الدبل تشين اعمل ليفتنج للتشيك. ده على حسب اللي موجود هنا دهون كتير ولا دهون مع سكن. لو عندي المنطقة دي مثلا على سبيل المثال، لو انا بسحب السكن كده للحالة ولقيت الدبل تشين دي قلت، خلاص اعمل لها ليفتنج وخلاص. لكن انا ما ينفعش اعمل ليفتنج وفي نفس السيشن اعمل ميزولايبولس، لا بيعمل تقل على الخيوط اللي انا عاملها. لكن اقدر احط الخيوط الصغيره تعمل مثلا لايبوليسز لاماكن، واحقن هنا الدبل تشين في نفس السيشن، بس هي خيوط صغيره مش الليفتنج. هعمل ليفتنج اعمل دبل تشين زي ما الدكتوره بتقول كده، ميزولايبوليسز الدبل تشين بالظبط كده. يعني اعمل ميزولايبوليسز في سيشن، بعد ما تخلص الميزولايبوليسز دي اعمل ليفتنج للتشيك، ده يبقى ممتاز. بالنسبه للسؤال بتاع الدكتوره ايمان، ندخل منين ونقف فين في اي حاجه في الخيوط الكبيره الطويله اللي بتعمل ليفتنج ولا الخيوط الصغيره؟ دي الخيوط الصغيره. شوف الخيوط الصغيره هو الخيط من هنا لغايه هنا اهو، بس ده اطول شويه، ده الجو لاين. الخيط بيبقى ماسك من بره كده وداخل جوه النيدل، وانت بتحطه في الاريا دي، تعمل ديماركيشن وبتشيله بمنتهى السهوله. يعني انت بتدخل بس يعني كده يتحقن، كده اتحقن اهو كده في المنطقه دي. لو انا اقدر اعملها بالثريدز برضو صغيره مفيش مشكله، تعمل برضو ايه ميزولايبولس عادي خالص. بس احط مثلا 10 5 في كل ناحيه، 10 في كل ناحيه،
عشان الدبل تشين بتبقى فيها فات كتير. لكن مثلا تحت العين 2 3 كفايه قوي. ودي صوره ان انا اعمل بيها للجولز او للدهون اللي نازله على الجو لاين او الجولز اريا اللي هي موجوده هنا دي، اعمل لها ديستراكشن للفات، اعمل لها لايبولز اهو. حط كام واحده؟ 2 3 4 5 6 5. يبقى انا المنطقه دي اللي بيحصل لي فيه مشكله تعمل لي تايتنينج، يعني كده مضغوطه كده، ده التايتنينج، مشدود كده الجلد، ده التايتنينج. وتستيموليت هنا الكولاجين والالاستين وتحسن الريجنريشن بتاع السكين هنا، وفي نفس الوقت تعمل ديستراكشن للفات هنا. الفات هنا ده هو مشكله كبيره جدا، يعمل لي الماريونيت لاين وبيعمل لي الجو لاين ايه، الجولز بتبقى الدهون طالعه من هنا. فطبعا الحل ده حل جميل جدا، بس طبعا بالتكلفه الميزولايبولس اقل واحد تكلفه، اقل منتج تكلفه لو هتعمل بيه ميزولايبولس للفيس، غير مكلف بالمره. لكن لو دخلت على الثريدز هتبقى مكلفه اكتر، وطبعا الجراحه اكتر. الدكتوره بتقول بالنسبه للخطوط الصغيره، الدكتوره ايمان تقول المونو والخيوط الصغيره دي خالص ملهاش دخله وملهاش واقفه، انت بتحطها في المنطقه اللي انت عايز تحقنها فيها. بالنسبه للكوج نرجع لكم الصوره دي، بتقف فين؟ منطقه الاورال كوميشر من هنا كده لغايه، تشد خط لغايه التريجس، تدخل من على اي حاجه من على التمبل اريا، ماشي، من اي منطقه من التمبل اريا، واخرك الاورال كوميشر اللي هو ده مع الانجل بتاع اللور ماندل، يعني لغايه هنا شد خط كده اخرك هنا. واخرك طبعا النيزوليبيال، ما تعديش النيزوليبيال فولد لو انت هتشتغل على النيزوليبيال، وتدخل من اي انسيرشن بوينت في التمبل اريا. دكتوره شيرين تسال بتقول التجويف اللي تحت العين. التجويف اللي تحت العين بيظهر في حالتين، حاله جيناتيك، خلاص العيله تحت عينيها فيها تجويف، فدي بتظهر للصغار والكبار، لكل الاعمار. العيل وهو صغير هتلاقي فيه تيرتراف طالما جيناتيك، حاجه من شكل الوش، ساعتها دي تحقنيها فيلر للست لوالدتها لاي سن. طبعا الاطفال لا، الاطفال فوق سن 15 سنه حقنيهم عادي فيلر او خيوط برضه. لكن لو الناس جيناتيكالي ما عندهاش وراثه، ما فيش عينيهم تحت العين داخله، تبدا تظهر مع البفنس. لما تظهر بفنس تحت العين يظهر تحتها جروف. طبعا البفنس باي حال من الاحوال فيلر، بس لو البفنس مفيش بفنس وفي جروف تحت العين احقن فيلر، ممتاز جدا. تسأل بتقول لا مش كل الحالات طبعا، يعني مش كل الحالات تحتاج ليفتنج بعد الدبل تشين. انا بتكلم لو الحاله محتاجه الاثنين، محتاجه ليفتنج وعندها دبل تشين، اعمل دبل تشين وبعدين اعمل ليفتنج. معظم الحالات دبل تشين بس احقنها. احنا قربنا نخلص، فلو حد عنده سؤال من حضراتكم يبعت. اتفقنا ان تحت العين نشتغل على البافنس نفسها، ملهاش حل غير الكام بي دي او ثريدز دول انهم اتحطوا في البافنس، ملهاش حل تاني. والاريات المعينه اللي ملهاش حل تاني في تذويب الدهون، عشان بس تبقوا فاهمين، غير الجراحه طبعا. اهو نفتح الصوره دي كده، الاريا بتاعت النيوزوليبيال دي برضو ملهاش حل، عايز تحط فيها ثريدز حط، غير كده ما تنفعش تحقن فيها ميزو. في دكاتره بتحقن فيها ميزو بس بتستحمل
الإديمة القوية اللي بتحصل وشكوى العيان فترة طويلة وبعد كده ايه بتتحسن، ودي في الدينجرس زون، فبلاش تعملها بالميزولايبوز. المنطقة بتاعت الجولز دي ممكن تتحقن بالميزولايبوز، مع انت خلي بالك ما تعملش اوكلوجن لأي ارتري موجود. لكن اي منطقة بالفيس عايز تعمل لها ريدكشن للفات تحط فيها الخيوط الصغيرة خالص دي، ديك شكل حلو جدا للجول. لان الوش كده، يعني الوش السليم كده، لو بقى كده فانت محتاج تدوب. طبعا لو العيان بيعمل دايت هينزل وشه كتير، بعد ما وشه ينزل يبقى فيه شكل من اشكال تقدم العمر، فمحتاج انت تعمل له ليفتنج. ودي الخيوط اللي بتستخدم في الليفتنج، اللي هم الاربعه الاخر دول، 1 2 3 4 دول اللي بيستخدموا في الليفتنج كشكل. يعني الشكل الطويل ده اللي بيستخدم في الليفتنج. فانا عشان اعمل ليفتنج للفيس لازم ارجع الفات لمكانها عشان يبقى الفات شكله سليم، شكله في شكله سوفت. دي النيدل امبلانتيشن في المنطقه اللي انا عايز اعملها دي. ده هو كده بيشيلها مش بيحطها. لما بتتحط 1 باي 1 زي كده، حط خيط بخيط زي كده، ولما بتيجي تتشال ممكن تتشال كله مع بعض، وبتتكرر كل 6 شهور كل 8 شهور. دي منطقه الجولز او منطقه الجو لاين مع منطقه الدبل تشين، اقدر احط فيها عشان اعمل ديفينيشن للجو لاين. في ناس هنا ما بتبقاش شايفه الجو لاين، شايفاها من فوق بس مش شايفاها من تحت. من تحت دي عشان اعمل له تايتنج واخلي فيه هنا الجروف بتاع الجو لاين ادخله كده، لازم اشيل اي فات موجوده عليه. فطبعا لما يكون في ثين اريا كده ومفيش انا عندي كتله دهون، ما اقدرش احقن فيها ميزولايبوز. من ضمن الاشياء اللي نقدر نستعملها الخيوط، منطقه الزيجومه والتشيك اريا اللي هي الحته دي. اخر حل ممكن تستخدمه قبل الجراحه للفيس سليمنج او شكل الوش المنحوت هو الفيلر. الفرق بين الحاله دي والحاله دي الدقن. يعني الدقن هنا ماسكه في الرقبه، والدقن هنا ماسكه في الجو لاين وعامله في شيب جميل. فلو مشكله عندي في الرقبه وطولتها، حطيت فيها فيلر في الدقن وعملت فيها فيلر، ادتني شكل انسيابي وشكل وش سليم. الوش لو داخل على المربع زي الصوره دي كده، لو بدأ يدخل على المربع كده الدقن بتبدأ تختفي. يعني انت تقيس الدقن منين؟ من الثيرويد نوتش او من البلاتيزما، اخر نقطه عندها مع الجو لاين كده، تقيس النقطه دي المسافه دي قد ايه. تقدر تقيس الدقن المسافه دي قد ايه. عندنا ممثلين كتير مثلا هو اصلا بيبقى عنده دقن وشكله حلو، بس يبقى عشان عنده جو لاين، عشان عنده دبل تشين، تحس ان هو ما عندوش دقن كده خالص، زي الحاله الاخيره دي، ده بيسموه جريد 4. خلاص كده الدقن بقت مساويه مع الدبل تشين كده، مفيش دقن اصلا، فبقى شكله مدور. لكن انا اعمل ديفينيشن للتشين حتى لو الحاله هنا مش عايز تحقنها ميزولايبوسيس، تقدر تخلي شكلها حلو بالفيلر، ترجع لها دقنها اطول سن. يعني المسافه دي اللي انت بتقيسها، المسافه دي التشين اللي تحتها هنا 2 سم، هنا مفيش ولا سم، هنا ممكن تعمل لها 4 5 سم. فانت تطول الدقن شويه، ولازم تراعي فيها مقاييس الجمال. يعني ما تبقاش هي دقنها طويله بس تخينه وتطولها انت اكتر، لا. لكن انا في الاخر الشكل الاوفل، الوش البيضاوي التخين ده، بتبقى ملامحه مستخبيه، يعني مش منحوت. عايز تعمل فيس سليمنج او نحت للوش، يبقى انت لازم تعمل ديفينيشن لكل منطقه. الخدود تبقى باينه لوحدها، والتشين باينه لوحدها، الجو لاين باين لوحده، العين الاوربت بتاعتك باين لوحدها. في كل منطقه في الوش بتبقى معمول لها ديفينيشن كويس. لو انا بقى شكلي كده خلاص كده مفيش ديفينيشن خالص،
الجمال ان الدقن تبقى باينه، تشين باينه، الجو لاين متحدد. لو قدرت اعمل كمان الانجل بتاع الجو لاين بالفيلر، دي مرحله الفيلر بقى، اقدر اعمل الجو لاين كده بالفيلر، يبقى انا عملت ديفينيشن، بقى شكله حلو والوش بقى سليمنج. ما نعرف منين الوش سليمنج؟ ابص على البيشنت اشوف الجو لاين موجود ولا لا، لو موجود طب الانجل موجوده ولا لا. اللون تاني، اللون في اي سنة. يا دكاتره احنا كده موضوع الفيس سليمنج قلنا هنستخدمه بالميزولايبولس للاماكن اللي هي الكبيره، بعد كده الخيوط الصغيره اللي بتعمل ديستراكشن الفات او بتدوب الدهون في الاماكن الصغيره اللي مش هنقدر نحقن فيها ميزولايبولسز، وبالفيلر نزود بيه الكونتور. وفي حالات كتير بقى الاخيره اللي هي حالات اوبيز او حالات سيفير قوي، دي محتاجه جراحه. وطبعا الحاجات دي لو انتوا طبقتوها عملي او شفتوها عملي هتلاقوها سهله جدا. في كريمات للانتفاخات اللي تحت العين بيكتبوها كتير وبتبقى موجوده في الصيدليه، بس مش بتودي حاجه. يعني هي ممكن تعمل لك تايتنج كده للسكين شويه، يبقى مشدود، بتحسن الجلد، هي في الاخر بتحسن الجلد، مش هتودي الانتفاخ. بقول لك الانتفاخ ده هو اوريدي موجود، يعني كيس دهون موجود في الوش، مش هحط له كريم هيروح. عايزه اسم كريم للانتفاخات اللي تحت العين؟ اسمه ايه؟ في ازيز، شركه ازيز اسمه اي كريم، بتاع شركه ازيز اسمه اي كريم، ازيز اي كريم، ده حلو تحت العين، ممكن يعمل نضاره شويه، ممكن يشيل شويه رينكل، بس مش هيودي بافنس، هو ممكن تستخدميه ككريم اندر اي. وفي بتاع شركه بايوديرما، اي كريم بتاع بايوديرما كويس، بس ده للرينكل مش للبافنس. احنا بنتكلم على البافنس اللي تحت العين، اشيلها بالسمول ثريد الصغيره خالص كده، او اعمل لها كوموفلاج بالفيلر. وان شاء الله تشوفوا الكلام ده كله ان شاء الله لو عملنا كورس عملي ان شاء الله تشوفوه على الطبيعه. ولو في اي سؤال ممكن تبعتوه واحنا نرد عليه، ويا ربنا يجعله علم نافع لينا وليكم ان شاء الله. وشكرا.